في فيديو اليوم بدي احكي كيف انا وفي محمد سرقنا البسكليت، وليش سرقناه وشو عملنا فيه. فحطوا لايك واشتراك خلينا نبلش. ليتس جو. مرحبا يا جماعه، معكم مستر بصمجي وجيتكم اليوم بفيديو جديد. طبعا يا جماعه من انا وصغير يعني كانت اموري كثير صعبه يا جماعه. يعني تخيلوا انا ورفيقي معاذ يا جماعه، ما بيعرف رفيقي معاذ، هذا هو رفيقي معاذ يا جماعه. هذا رفيقي معاذ هو صح اصغر مني تقريبا ما يقارب ال10 سنوات او 5 سنوات. بس هذا الولد معاذ يعني يا جماعه شو بدي لكم اياه، هو ما قلع ولاده يا جماعه. هو صح هو شكله صغير بس هو عقله قال كبير يا جماعه. هو صح كمان عقله كبير، سوي يعني عمره كبير يا جماعه. فهموا علي يا جماعه، انا صح انا داخل في الحيط وما بعرف بحكي، بس يا جماعه مشوا لي اياها. يعني محمد معاذ يعني هو عمره تقريبا ما يقارب ال20 سنه، بس جسد واحد عمره تقريبا 14 سنه. ليش؟ لانه يعني هو ما بيمشي. شلون ما بيمشي يا جماعه؟ هو يعني معه ناقص هرمونات واموره صعبه يا جماعه. فهمتوا علي شلون؟ فيعني الامور لهالولد كثير صعبه. يعني شوفوا هو حتى ما بيكبر، لا بطول لا بقصر، مضل لحالته هيك. فيا جماعه هذا محمد معاذ اموره كثير صعبه يا جماعه. والقصه بتبلش انه محمد معاذ بيسرق بسكليت. بس هلا اول ما نبلش في هالقصه كلياتها انا بتحداك انه تحط لايك واشتراك بينفك يا جماعه. حطوا لايك واشتراك بينفكم. واللي ما كان بيحسب حط لايك واشتراك بينفه بيصبح صغير بيحسب بيحط اشتراك ولايك. فيا جماعه حطوا لايك واشتراك، خلونا نكمل. A few moments later. فيا جماعة نحن القصة بتبلش تقريبا بال 2018 2019 هيك شيء يا جماعة. على ما اتوقع انه كان عمري 15 سنة. يا جماعة انا كان في عندي رفيق اسمه معاذ. فهذا المعاذ يعني اموره كثير صعبة. يعني على سبيل المثال شو بدي لكم اياه، هذا محمد معاذ يعني هو مظلوم من اهله ومظلوم من كل شيء يا جماعة. فلابوه كان قلعه كثير هالولد من البيت. فهمتوا علي؟ يعني من البيت يقلعوا لهالولد. ليش؟ لأنه هذا كان معاذ لا يدرس لا يشتغل لا يعمل شيء حلو، بس اللي شيء بيعرفه انه يجيب خبز ويرجع يا جماعه. هلا اللي ما كان بيعرف انه سوريا كان الخبز فيها جدا قليل. ليش؟ هو مو جدا قليل، اذا بدك تجيب خبز في كان دور هيك بطاقه صغيره. فهي البطاقه بتروح مثلا انت كم واحد، على سبيل المثال انا متجوز وعندي ولدين، فبحق لي رغيفين باليوم، لابني الصغير رغيف، لبنتي الصغيره رغيف، لزوجتي 3 غرفه. ليش؟ لان الزوجه بتتعب اكثر الشيء. فيا جماعه على سبيل المثال اذا كنا نحن 4 اشخاص بطلعنا تقريبا الى ما يقارب ال 12 رغيف خبز. فيا جماعه محمد كان شغلته بالحياه الوحيده انه يجيب خبز. بس الخبز يا جماعه غير الناس، يعني غير شلون بدي اقول غير الناس، الخبز اكيد غير الناس، بس يعني اكيد الخبز يعني يا جماعه بيختلف عن باقي الدول. هلا باقي الدول اذا بدك تروح تشتري خبز هي مصرات، هذا الخبز والسلام عليكم. بس اما بسوريا يا جماعه كان الوضع كثير صعب. يعني بسوريا اذا بدك تروح تشتري خبز يعني بدك تستنى تقريبا لما يقارب تقريبا هاي يا جماعه. يعني اذا كان حظك حلو ساعتين، واذا كان حظك مو حلو في زحمه كثير تقريبا ما يقارب 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، وانت وحظك وشطارتك. يعني اذا الواحد زبق بين الناس يمكن يعني يجيبه بنص ساعه. فيا جماعه اذا كان بشوفكم الناس وانتم عم تدخل بيناتهم سلم لي على الشهود المعاق، بتاكل قتله وبينتاك. طاهر القلب نقي ذاكر لله. بالبزرك عرفت شلون؟ فهيك كانت الموضوع كان صعب شوي. ومحمد الشغله الوحيده اللي كان يعرف يعملها انه هو يجيب خبز بس، يجيب خبز وابوه ثاني يوم بطلعه من البيت. بس يا جماعه محمد بجيب خبز ثاني يوم ابوه بطلعه من البيت. فمحمد ما كان يعجبه الموضوع. مين محمد معاذ هو هذا نفسه اللي راسه مدور مثلث مستطيل مدري شلون. فيا جماعه هذا يعني كان اموره كثير صعبه. فكان كل ما يطلع من البيت يجي لعندي على البيت اللي والله ابوي قلعني. ليش؟ والله ما بعرف، يعني قال لي اليوم تاخرت بالخبز فروح ما بدي اياك. فجماعه ابونا محمد كانت اموره كثير صعبه. ليش؟ لانه كان يقلع محمد معاذ كثير يا جماعه. يعني كان يقلعه كثير يقلعوه. ليش؟ لانه هيك يعني اموره كانت صعبه يعني يا جماعه لابوه لمحمد. فما بدنا نحكي بس في التفاصيل الممله. خلاص يا جماعه فهموا علي انه اموره صعبه. يعني كان اموره كثير صعبه. فهمتوا علي؟ اموره صعبه. فيعني محمد يا حرام كان ينجبر انه ينام بالشوارع، اوقات ينام عندي، اوقات ينام عن هذا. فيا جماعه كل يوم محمد معاذ يطلع من البيت. فمره من المرات محمد بروح بجيب خبز، ويعني هو يكون واقف على الدور، ففي واحد هيك اطول منه بكتير وهيك سمين جحش، فبضربه لمحمد وبقول له هات دوري ما دوري من هون بتقتلوه. طبعا محمد مثل ما قلت هو عمره 20 سنه هلا، بس جسم واحد ولد عمره 10 سنين. فيا جماعه هو لا بطول ولا بقصر، طلع هيك على حاله. فمحمد هون كان بده ينتقم يا جماعه. ليش؟ لانه هذا الولد اخذ له دوره بالفرن، صار له واقف عليه ساعتين مشان ياخذ خبز.
قتل واخذ الدور. فهمتوا علي يا جماعه شلون؟ فلما قتل واخذ الدور يعني محمد كان بده ينتقم باي طريقه بده ينتقم منه. فبصدق بشوف انه محمد انه هذا الولد اللي كان واقف على الدور بقول له ثواني نرجع للواحد اللي كان قبله. فبروح بطلع على بسكليته هيك بيربط الجنزير ببعض وبروح. فمحمد طلع على بسكليته بشوف انه الجنزير الجحش ما قفل، عرفت شلون؟ لفل الجوزه الحمار ما قفل على السوا. فمحمد بيعمل له هيك وبيفتح الجنزير. محمد بيقول ايه اجيت والله جابه. فمحمد شو بيعمل؟ بياخذ الجنزير بلفه على البسكليت بيقف له وبيركب البسكليت وبطير ساوي لعندي. فجماعه بيجي لعندي محمد وجايب معه بسكليت جربان. بس يعني شو بدي لكم يعني هو كان احسن من ملا، هو بسكليت جربان بس يعني لا شيء يعني منيح بيشتغل. فمحمد جابه وقال لي لك اشتريته هذا. فمحمد يا جماعه هو يعني كذب علي يقول لي انه البسكليت اشتراه، فهو ما لم اشتريه ولا شيء، بسكليت هو سرقه من واحد. هو اجى لعندي وقال لي انه انا اشتريته، وانا يا جماعه ما كنت بعرف انه هو سرقه. يا جماعه انا عم جد عم بحكي يا جماعه انا ما كنت بعرف انه هو سرقه، لان عرفت انه سرقه هو من كم يوم، عرفت حتى على الحال حتى هو سرقه يعني. فبيجي لعندي يا جماعه وللاسف شو نقول لكم يا جماعه شلون يعني نحن بناخذ البسكليت، وكان البسكليت هيك اموره شوي صعبه. فانا يعني كانت بعرف بالبسكليتات كثير. ليش؟ كان في عندي بسكليت وكل يوم بصلح فيه، فكنت بعرف بالبسكليتات، وكان في معنا واحد كمان بيعرف بالبسكليتات، فقعدنا نصلح فيه وندهن فيه. فيعني يا جماعه غيرنا البسكليت كلياته. فشو نقول يا جماعه، فهو محمد بده يحطه بشي مكان مشان ما ينسرق. فاذا بدك تحطه بالشارع القفل ما عنده، وحتى لو عنده قفل في ناس بيسرقوا القفل، بكسروا القفل وبيسرقوا البسكليت. عرفتوا شلون يا جماعه؟ يعني ان شاء الله تكونوا فهمتكم اياها صح او غلط، مو مشكله. فشو بدنا نقول يا جماعه يعني في واحد اللي عندنا بالحاره بيع لحمه يعني بتباع لحمه وبيع. فانا مصور عنده فيديو وبسوي له اعلان شيء على الاول. يا جماعه خليني اوريكم لقطه من هذا الفيديو وبنرجع بنحكي. هذا اخر واحد خالصي. باي جايز. فيديو اليوم على افخم لحمه بالعالم، واليوم معنا ابو سمير الحمصي بده يسوي لنا لحمه. وشوفوا اليوم افخم لحمه بالعالم من عند ابو سمير محله بالزبديه حلب، عفوا حلب زبديه. ابو سمير اذا سوي لحمه اليوم اقول لكم حطوا لايك واشتراك. خلينا نبلش، ليتس جو. طبعا اللي بده لحمه معكم ملحمه النور ابو سمير. هذا رامو 09 8-2-1-2-4-5-9. طبعا يا جماعه هذا اسمه ابو سمير ملحمه النور يا جماعه. فانا مسوي له اعلان، ويعني شو بدي اقول لكم هذا الزلمه يعني كان كثير صاحبي. فحطينا اللي عنده البسكليت تبع شو اسمه هذا معاذ، يعني معاذ حط عنده البسكليت اللي سرقه خباه عنده. عرفتوا شلون؟ خباه عنده. صرنا كل ما بدنا البسكليت يروح ياخذه من عند هذا ابو سمير ابو اللحمه ويرجع يروح ياخذه ويروح. فيوم ورا يوم ورا يوم حبيبي جالي النوم. فيا جماعه لا انا جبت العيد. فيوم ورا يوم يا جماعه محمد بيمسك بالبسكليت. عرفتوا شلون يا جماعه؟ هو مو بيمسك، هو يعني محمد بكون داعس شو انا هون بيطلع لي اعلانات كثير بس الله ما علينا. محمد بكون داعس بالبسكليت وما بضل في معه فرين. عرفتوا شلون؟ حتى مو بكون محمد، انا بكون راكب بسكليت هذا اللي سرقه ومطالع محمد وراي على الكرسي الوراني وداعسين. وبس للاسف يا جماعه فريم ما ضل، يعني شلون بدي يكون فريم بريك ما ضل يعني يا جماعه. خلص انا اكبس فريم ما ضل. والنزله كانت قويه يا جماعه، النزله كثير قويه. فنحن نازلين وطايرين وما معنا فريم. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. فانا هون طلعنا لمحمد خر عليك وعلى البسكليت اللي جبته. فمحمد هون بيحكي لي لك وقفوا. فيا جماعه ما نحن ما بنوقفه. ليش؟ انه ما بنحسن نوقفه يا جماعه. هو البسكليت طيران بسرعه تقريبا ما يقارب ال 120 او ال 200. شو ال 120 حتى 300 يا جماعه. انا كنت عم بدعس بحسب حالي انه شو بدي اقول لكم يا جماعه، يعني اموري كانت صعبه يا جماعه الصراحه يعني. بس البسكليت كان كثير سريع يا جماعه. ليش؟ لانه هي نزله قاسيه وانا كنت عم بدعس على السريع و راح الفرين. فيا جماعه انا ما بضل معي فريم، بحط اجري على الارض على الفاضي يا جماعه. محمد بحط اجري على الدولاب والله لا يعطيه العافيه يا جماعه. هو بحط اجري على الدولاب البسكليت بيقلب قلب تاركياته يا جماعه بالجو وبينزل وين؟ على وش سياره يا جماعه. وانا ومحمد بنصير بالاراضي.
فهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا ومحمد ما نافسنا. بس المشكله البسكليت يا جماعه، البسكليت يعني شو بدي احكي لكم اياها، هو يعني حط اجره محمد بالبسكليت، فالدولاب اللي وراني عرفتوا شلون؟ فالدولاب اللي وراني شو يا جماعه انا ما اقدر احكي لكم اياها عن جد، لانه يعني كل ما بتذكرها بتضحك. هو بس بحكي لكم اياها للمره الثالثه. انا كنا شو بدي اقول، انا وياه، انا ومحمد بالبسكليت، فمحمد بحط اجره على الدولاب، والدولاب شو بصير؟ بضرب فرين وبشب كلياته هيك كلياته بيقلب، محمد بطير وانا بطير معه، والبسكليت بروح وبضرب وين؟ ببلور سياره يا جماعه، يعني سياره بتكون معديه بامان الله بدخل فيها البسكليت. فيا جماعه كانت المواقف يعني جدا صعب وجدا غريب يا جماعه. يعني تخيلوا انه هيك واحد يكون هيك عبسوق ومبسوط وامان الله مشغل له بكلسون، رجعوني يعني كل طاح خلص فيها بسكليت، كسر البلور، احد السياره، ولا هيك اثنين طايرين بالشوارع هيك بالشطحين منتقلين لرحمة الله. فجماعة شو بدي لكم اياها، انا لما شفت انه البسكليت يعني ضرب بسيارة فحملت حالي وهربت. وين صرت؟ صرت بامريكا. ومحمد يعني شو بدي لكم اياها، هو حط اجره بالدولاب، فيعني اجره كانت شبه انه انكسرت، فما عاد يقدر يمشي عليها. اول 4 أسابيع من اجريه ما عاد يقدر يمشي عليها. فشو صار يعمل؟ صار يمشي هيك على الكعب اللي وراني يا جماعه. فهمتوا شلون؟ الكعب اللي وراني شو بسموه انتم ما بعرف، بس صار يمشي عليه ويرقد يا جماعه. فرقد معي وانا رقدت وخلص. ابو السياره ابو السياره راح فيه يا جماعه، اكل البسكليت يعني كسر له البلور وحط له السياره والبسكليت تكسر يا جماعه. فشو بدي احكي لكم يا جماعه، يعني انا هون هيك ما عاد ما عاد فينا نكمل يا جماعه. انا اسف يعني، صح انا عم بصور فيديو بس يعني يا جماعه الموقف كان كثير بضحك. فيعني هربنا، ولما هربنا في ناس شافوا البسكليت، فالبسكليت يا جماعه صور او نزل على جروب فيسبوك. فيا جماعه من الصدفه بالصدف انه البسكليت يعني كان في له نمر صغيره، نمر صغيره يا جماعه بنحطه ورا، يعني مو من ورا، شو بدي لكم، البسكليت من تحت في له هيك نمر صغيره. يعني مثلا على سبيل المثال 09 9 5، يعني هذا الرقم كل بسكليت يكون له رقم. يعني على سبيل المثال لما بدك تروح تشتري بسكليت بيعطوك معه هيك كرت صغير، وهذا الكرت الصغير بكون مكتوب عليه نمرة البسكليت. يعني على سبيل المثال نمرته 0964، عرفتوا شلون؟ فبكون هيك نمرته هيك غريبة شوي. فيعني صوروا النمرة الناس وحطوها على الفيس. فيعني بدو تشوفوا مين هالحمار اللي دخل فيه اللي كسر السيارة اللي هناك. طاهر القلب نقي ذاكر لله. السيارة بس للاسف الشديد يا جماعه مين بيجي صاحب البسكليت الاساسي وبياخذ البسكليت وبقول مين اللي كان عم بسوق ومشان يوصل لهون. فيا جماعه يعني الناس بيحكوا له انه كان في 2 عرصات طاهر القلب نقي ذاكر لله كانوا عم بسوقوا البسكليت ودخلوا فيه. جماعه ما اقدر اكمل يا جماعه. يعني بيقولوا انه في 2 كانوا عم بسوقوا البسكليت وبدخلوا بالسياره، يعني بضربوا حادث بلا بسكليت وبدخلوا بالسياره، بس مين هنن ما عرفنا. والله القصه ما حدا بيعرفها، بس مشان الله يا البسكليت انا بالنسبه لي انا مالي لا. يعني اذا كان البسكليت تكسر وانسرق وتغير لونه انا مالي لا يا جماعه. انا كان بالي محمد شاريه ب 500 دينار 500 ليره سوريه، بس يعني محمد طلع ماله شاريه ب 500 ليره سوريه. محمد طلع سرقه وكان جايب العيد يا جماعه، وانا جبت العيد معه. محمد هلا يمكن اجره مكسوره او فيها شيء، فيمكن صار معه قلع ولاده. وللاسف الشديد يا جماعه ما بعرف شو صار بالقصه بعدين، وانا هلا ما بعرف شو صار بابو البسكليت ولا بعرف شو صار بمعاذ. فان شاء الله يكون ابو البسكليت كمان شاريه معاذ وقتله وانتقل معاذ لرحمه الله تعالى. فيا جماعه انزلوا بالتعليقات اذا وصلتوا لهون، انزلوا كتبوا لي بالتعليقات رحمك الله يا معاذ. تمام يا جماعه، ما تنسوا تكتبوا شو بتكون القصه الجايه. سلام.